نصائح للاستعداد للامتحان الجوي الموحد. أولا، راجع نماذج الامتحانات السابقة. للنجاح في الامتحانات ليس هناك طريقة استعداد لخوض امتحان مادة ما أفضل من التدرب على نماذج الامتحانات السابقة لنفس المادة. فهذه الطريقة ليست مجرد إعداد لجواب سؤال محدد بعينه، ولكن تعطيك الكيفية التي تعالج بها الأسئلة وكيفية تنظيم إجاباتك، وتمكنك من حساب الوقت الذي يجب أن تخصصه لكل سؤال بناء على كم المعلومات التي يحتاجها. ثانيا، اقرأ كل الأسئلة بعناية. قد تخطئ في قراءة السؤال بسبب الضغط الذي تسببه أجواء قاعة الامتحان والضغط النفسي الناجم عن الإرهاق في التحضير، فتبدأ بالإجابة تدريجيا وبشكل متسرع عن الأسئلة، ثم تدرك بعدها أنك ارتكبت خطأ وأضعت وقتا مهما. لذا عند استلامك لورقة الامتحان قم أولا بقراءة كامل الأسئلة بدقة حتى تكون متأكدا من صحة اختياراتك، وحتى تسلط الضوء على مقدار ما تعرفه عن موضوع كل سؤال. ثالثا، قم بإدارة وقتك. في هذه النقطة بالذات ينبغي أن تكون صارما مع نفسك، فبمجرد الانتهاء من تعيين المهلة الكافية لكل سؤال ينبغي أن تجيب عنه دفعة واحدة ودون تردد، وإلا لن تكون قادرا على إعطاء السؤال التالي كامل الانتباه والتركيز. رابعا، الأكثر تذكرا. أولا، ينبغي الإجابة عن كل الأسئلة التي تعرفها وتتذكر كامل أبعادها أولا، فالخوض في أسئلة ما زالت قيد المعالجة قد يضيع عليك كثيرا من الوقت. أما بالنسبة للأسئلة التي لا تتذكر من عناصر إجاباتها إلى القليل، فينبغي التعامل معها عبر تدوين كل ما تتذكره حول موضوعها، لربما كان كافيا لحصولك على أكبر عدد من النقاط المخصصة لهذا السؤال. خامسا، الأسهل فالأصعب، الأقصر فالأطول. يخطئ الطلبة في انصرافهم إلى الأجوبة عن الأسئلة الأصعب من وجهة نظرهم قبل الأسئلة السهلة، وكذلك الإجابة عن الأسئلة التي تحتاج الإجابات المطولة قبل القصيرة. ربما يسبب هذا ضياعا للوقت بشكل غير متوقع، وما إن تنتهي تلك الإجابات المجهدة حتى تجد أن الوقت قد شرف على الانتهاء، وبقيت هناك أسئلة تعرفها جيدا ولكن ليس لديك الوقت الكافي لاستدراك الإجابة عنها الكامل. كثيرا ما يقع التلاميذ الأذكياء في خطأ تسليم ورقة الإجابة دون التحقق من إجاباتهم، وهذا نابع من ثقتهم بأنفسهم. وحتى تكون واثقا بالفعل، خذ نفسا عميقا ثم ألقي نظرة عامة فيما إذا كنت قد أجبت عن جميع الأسئلة لكي لا تكون قد فوت أحدها، ثم دقق إجاباتك كلها بقدر الإمكان لتصحيح الأخطاء التي قد وقعت فيها دون أن تلاحظ، وإضافة التعليقات التي تظن أنها تستحق الذكر. وستفاجأ كم ستكون هذه الدقائق العشر الأخيرة مفيدة، لأنها الفرصة الأخيرة لتثبت ما لديك من معرفة لا تضيعها.